نحييكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم أخبار الأردن اليوم. لا عودة للتوقيت الشتوي في الأردن. أكد مصدر رسمي بأنه لن يكون هناك عودة إلى التوقيت الشتوي في الأردن، وسيتم الإبقاء على التوقيت المعمول به حاليا. أطباء متعطلون عن العمل يحتجون على أوضاعهم ويطالبون بحقهم في التعيين. دعا تجمع الأطباء المتعطلين عن العمل جميع الأطباء في المملكة إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية اليومية التي تقام أمام مجمع النقابات المهنية للمطالبة بحقهم في التوظيف وفقا لما وصفوه بالتغول عليهم من قبل القطاع الخاص. وزير الداخلية يرعى احتفال اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث. مندوبا عن دولة رئيس الوزراء، رعى وزير الداخلية الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، والتي أقيم في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بحضور نائب سمو رئيس المركز والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة. المنطقة الحرة الزرقاء تعلن فتح أبوابها أمام أيام الجامعة حتى نهاية الشهر الحالي. أعلنت إدارة المناطق الحرة عن قرار فتح أبواب المنطقة الحرة الزرقاء أمام المواطنين المستثمرين أيام الجامعة المتبقية من الشهر الحالي، وذلك من الساعة 8 صباحا إلى 3:30 عصرا. الضمان الاجتماعي، ملف التأمين الصحي يمثل تحدي مالي بسبب ارتفاع تكلفته. بحث المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية للمتقاعدين الضمان الاجتماعي عدد من القضايا التي تخص المتقاعدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.